فقالت لها إلي: انت حاسة بعدم الارتياح يا سيدتي؟ المكان هادي جدا هنا كل يوم، وده بيخليني أحس بالقلق جدا. فردت أنستازيا وقالت لها: انت بتقلقي كتير يا إلي، ده مر 2 سنين من ساعة ما التقينا بهوغو وبرضه لسه مش واثقة فيه ازاي. فردت إلي وقالت لها: عشان ما زلت أفهم سبب مساعدته لك أو لنا يا سيدتي. فقالت أنستازيا: هو مش واثق فينا ولكن بيحبنا، وده أهم شيء عندي. وقالت في سرها: شكل إلي بتعتقد إنه لازم نروح لمكان أبعد من كده، وإننا نعيش في مكان هادي أكبر من كده. لكني أحب حياتي كما هي الآن. أنا بخير طالما نقدر نعيش بسلام هنا. وأخيرا بنروح للأمير سيو وبيفتكر الماضي لما كان أبوه بيقوله: ما تنساش مهما حدث يا سيو، لا شيء أعظم من الحياة، وفي العالم ده يمكنك الحصول على أي شيء، العودة باستثناء الحياة. الآن بعد أن فكرت في الأمر لابد إن هذا كان بمثابة تنويم مغناطيسي، لدرجة إني لن أواجه الإمبراطور مهما حدث، على عكس الأخ الأكبر اللي تم انتقاده في اعتباره الأمير اللي انبهر بالصيد والنساء. كان والدي دايما هادئ ولطيف، لكن العلاقة ما بينهم بقت معقدة لأن الإمبراطور السابق لعب دور المحسوبية. لقد فكر في سبب انسحاب والدي من خلافة العرش، وكان بسبب خطأ الإمبراطور الحالي. عشان كده أعطى الإمبراطور السابق للعلاج البارد، وخلف الإمبراطور الحالي العرش بالتخلص من إخواته، ودي الطريقة الوحيدة عشان ينجو. وأنقذ ريدفورد لأنه كان عنده إخوة جيدة في الماضي. لكن بغض النظر عن مدى احترام الدوك للإمبراطور، فإن ذلك لم يغير الإمبراطور من الشك والغيرة منه. وبنروح لوالدة الأمير سيو وبتقوله: ده بيني وبينك يا سيو، في طفل داخل بطن أمك. أنت ناضج بالنسبة لعمرك ولكنك لسه طفل صغير. فقال لها سيو: هتاخديني معاكي الفيلا صح؟ وبيقول سيو: أنا فاكر كويس ايه اللي حصل ساعتها. وساعتها امه ابتسمت لي. وفي اليوم ده والدي ودعنا وارسلنا الى الفيلا، وكما كانت الاوراق نابضة بالحياة في اليوم ده. وساعتها اهتزت العربة بشكل غير مستقر. كنت خائفا على والدتي، وامي ساعتها كانت حضناني بقوة بين ايديها وقالت له: ما تتحركش يا سيو، خليك ثابت، انت ولد ذكي، عشان كده لازم تسمع كلام امك. وفجأة بيسمع صراخ امه وهي بتتألم وبقى نفسها اقل، وساعتها اتوقف تماما وماتت. كان سيو عايز يصرخ ولكن ما قدرش بسبب سمع كلام امه قبل ما تتوفى، وما كانش عارف سيو ادنى فكرة عن المدة اللي استغرقها لانقاذه. سمع سيو صوت ابوه وهو يبكي ويعتذر ويقول: سيو سامحني. وساعتها ما كانش فاهم ايه السبب اللي خلى ابوه يعتذر في الوقت ده، ولكن بعد عدة سنوات فهم أخيرا إن تلك الحادثة لم تكن حادثة على الإطلاق. أنا أخيرا عرفت وفهمت العلاقة اللي كانت ما بين والدي والإمبراطور لما أصبحت شخصا بالغا. الأشخاص اللي خلصوا على والدتي هما كانوا الإمبراطور والإيفردين. لقد أخذوا أمي بعيدا، وكل ده لما والدي قاوم من أجل أول مرة. عدى الوقت لما فقدت معلمي. ساعتها وجد والدي دليلا على حادثة والدتي، وكان الكونت إيفردين متورطا في الحادثة دي لأنه كان بيشتغل
في السر عشان يحقق الربح من أعمال غير قانونية تماما زي أخوه. كان الفيوكونت محتاج للمال، وده عشان يهرب منتجات، وللسبب ده ساعد في اغتيال الدوكة ريدفورد. ولكن لما ضغط الدوك على رصيد الفيوكونت عشان يسحب العد الدائم، الكونت إيفردين تخلى عن أخيه، وللسبب ده بقى الفيوكونت مدينا حتى أذنيه. إيفردين السيء ازاي يقدر انه يقطع اخوه لما اعتقد ان عنده حاجة عليه؟ إيفردين هما الاشخاص المسؤولين عن كل حاجة حصلت. لو لم يكن هناك اي احد على الاطلاق، كان من الممكن ان تكون والدتي واختي عايشين لحد دلوقتي، وكنا هنحضر مع بعض نفس المحاضرة سوا. ومن ساعة الوقت ده حدد سيو موضوع انتقامه هيبقى على مين: مذبحة عشيرة إيفردين والإمبراطور. ولكن لما حط سيو الموضوع والقرار ده في نفسه، الدوك ريدفورد قد مات. وساعتها بيكون واقف الأمير سيو وبيقول: انت اللي قلت انه لا شيء اعظم من الحياة، عشان كده لو كنت عارف كم كانت حياتك غالية، بدلا من التظاهر بالاستسلام للإمبراطور، المفروض عليك تأمن حياتك من خلال وضع الأساسات. مات والد الأمير سيو بسبب شرب الخمر المسموم، وتم العثور على الخادم اللي كان بيخدمه ميتا داخل البئر. ودي طريقة نموذجية بيستخدمها عائلة إيفردين. واللي حصل مع سيو كل الأيام والماضي اللي فات خلاه مسعور وعايز ينتقم، وخلاه ينظم جيش سريعا، وهو ما أصبح الإمبراطور على علم به. الفيوكونت إيفردين بعد ما مات والد الأمير سيو قال له: طفل بريء، أنا حاسس بالتعاطف التام مع أخي اللي فقد عائلته بالكامل، عشان كده خليني أجعلك مع شخص ما. وساعتها قال سيو في سره كذبة صريحة بحيث مش هقدر استطيع مواجهته، والتوفيق اللي كان بمثابة تكبير. ودي الطريقة اللي كان مقابل بيها أنستازيا إيفردين، وكان من الواضح إنها كانت من نصيبها ومن المصاعب، ومع ذلك كانت بتستمتع بأجمل وجه. خطيبتي امرأة بتحمل اسم عائلة إيفردين، وبيفتكر أول مقابلة ما بينهم وبيسألها: هل أنت خطيبتي؟ وساعتها لم يكن الغضب هو ما ظهر في صوتي، ولكن اللي ظهر هو الارتباك من خلال التطفل على أنواع الفتيات اللي كان بينجذب ليها أكتر. ولكن أنستازيا هتكون دائمة معي، لازم أنتقم من أنستازيا إيفردين، وده بسبب عائلتها واللي عملته في عائلتي في الماضي. فردت أنستازيا وقالت له: نعم، أنا خطيبتك. ولكن غرائز الأمير سيو كانت بتنبهه إن كل اللي بيعمله ده خطير، وإنه ما ينفعش تعمل كده لأنها ملهاش أي ذنب. بص في عين أنستازيا، ليس لها أي ذنب. ولكن لما عمل ده رأى نفسه بيصنع وجه لم يسبق له مثيلا من قبل. وبكده نكون عرفنا ماضي الأمير سيو كاملا، وليه معقد من صغره، لأنه كمان
فقد عائلته بأكملها زي أنستازيا إيفردين، ولكن السبب في موت عائلته كانت عائلة أنستازيا وهي الإيفردين. وبكده يكون انتهى الفصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.